إزاي بنى المصري القديم الأهرامات؟ السر اللي حير العقول من آلاف السنين. تخيل معايا ملايين الأحجار، كل حجر وزنه ممكن يوصل ل2-3 طن، مبنيين بدقة تخليك تقول مستحيل حد عمل كده من 4500 سنة. بس الحقيقة المصري القديم عملها من غير ما يكون عنده تكنولوجيا ولا معدات حديثة ولا حتى عجل. النهاردة هنكشف واحدة من أعظم أسرار التاريخ، إزاي اتبنت الأهرامات وليه لحد النهاردة مفيش حد قدر يقلدها. الأهرامات، خصوصاً هرم خوفو في الجيزة، مش مجرد مقابر، دي شهادة عبقرية وهندسة وتنظيم كان سابق عصره بآلاف السنين. أهرامات الجيزة تعتبر من عجائب الدنيا السبع القديمة، وهي الوحيدة اللي لسه واقفة لحد دلوقتي. لكن السؤال اللي محير العالم، إزاي المصريين القدماء رفعوا أحجار وزنها أطنان ورتبوها بالشكل المدهش ده؟ هل كان في تقنيات سحرية ولا استعانوا بكائنات فضائية؟ اللي هنقوله دلوقتي مبني على حقائق تاريخية وأدلة أثرية حديثة، بس استعد لتنبهر. الجزء الأول، إزاي كانوا بيقطعوا الأحجار؟ المصريين القدماء كانوا بيستخدموا أدوات بسيطة جدا، أزاميل نحاس ومطارق حجر وكرات ديوريت، نوع من الصخور شديدة الصلابة. كانوا بيقطعوا الحجر الجيري من المحاجر في منطقة ترى والجرانيت من أسوان. تخيل كمية المجهود العضلي اللي كان بيحتاجه العامل الواحد علشان يقطع حجر واحد بس. الجزء الثاني، إزاي كانوا بينقلوا الأحجار؟ الحجارة كانت بتتسحب على زلاجات خشب فوق رمل، لكن الجديد اللي العلماء اكتشفوه إنهم كانوا بيرشوا المية على الرمل قدام الزلاجات. الخطوة البسيطة دي بتقلل الاحتكاك وبتخلي السحب أسهل بكتير. في رسمة على جدار في مقبرة بتوضح العملية دي بالتفصيل. يعني المصري القديم كان فاهم في الفيزياء قبل ما الفيزياء تتكتب في كتب. الجزء الثالث، إزاي رفعوا الأحجار فوق بعض؟ في نظريتين كبار. واحد، الرمب المنحدر، بنوا منحدر ضخم من الطوب والطين يلف حوالين الهرم وكانوا بيطلعوا عليه الأحجار. 2، الرمب الداخلي، دي نظرية جديدة بتقول إن في سلم داخلي لولبي جوه الهرم كانوا بيستخدموه يرفعوا بيه الحجارة. الاتنين محتاجين جهد وتنظيم خيالي. الجزء الرابع، مين اللي اشتغل؟ عبيد ولا حرفيين؟ اللي أثبتوا الحفريات مؤخراً إن اللي اشتغلوا في بناء الأهرام مش عبيد ولا مساجين، دول كانوا حرفيين مهرة بياخدوا أكل وعلاج وسكن، وكانوا فخورين بشغلهم. لقوا مقابر لعمال جنب الهرم، وده دليل إن المجتمع المصري احترمهم وكرمهم بعد موتهم. الجزء الخامس، التنظيم والإدارة، مش بس البنية لكن التنظيم الإداري كان عبقري. توزيع فرق العمل، تحديد المهام اليومية، نظام تغذية وتموين للآلاف، جداول عمل دقيقة، يعني في إدارة مشروعات حقيقية حصلت من آلاف السنين. الجزء السادس، ليه بنوا الأهرامات؟ الأهرامات كانت مقابر ملكية، لكن كمان رمز للقوة والسيطرة والدين. المصري القديم كان مؤمن بفكرة البعث وإن الفرعون لازم يكون جاهز للحياة التانية، وكل ده كان بينعكس في تصميم الهرم. وفي النهاية الأهرامات مش لغز، هي دليل على عبقرية بشر حقيقيين بأدوات بدائية وعقل منظم وقدرة على العمل الجماعي. المصريين القدماء بنوا أعظم بناء في التاريخ، واللي لحد النهاردة ولا دولة في العالم قدرت تبني زيه. السر مش في التكنولوجيا، السر كان في الإنسان نفسه.